حضرتك سؤال تساعدني فيه من فضلك، هو الجزء الخاص بالكي بي اي اللي هو بيبقى موجود. وصلح لي لو انا غلطان، في جزء من الجوب سكريبشن بتاعك انك تحقق كي بي اي كذا، او مطلوب منك كذا وكذا وكذا. تمام. فالجزء ده شويه بيكون فيه شويه لخبطه. في كي بي اي كتير جدا جدا جدا، وبيطلب من الاداره حاجات محدده المفروض ككي بي اي معينه يبان الملموس بتاعها على وجه على الارض وتقدر تشتغل عليه. فازاي انت بتكريت حاجه زي كده ككي بي اي لو انت كمسؤول اداره رايح لسه مكان جديد وعايز تعمل كي بي اي للتيم بتاعك عشان تشوف البرفورمانس بتاعه ماشي ازاي وتتاكد الناس ماشيه كلها اون تراك، مش ماشيه لوحديها كده بعيدا عن السلم. تمام. طيب هو احسن حاجه ان انت تبدا بمينيمم كي بي ايز. حلو قوي. يعني انا النهارده عندي مثلا اداره مشتريات، الكي بي اي بالنسبه لي ان الاداره دي مثلا محتاجه توفر في السبندنج بتاع الشركه، فده كي بيرفورمانس انديكيتور. لما احط له تارجت ده كده كانه مايلستون او كي بي اي. لما احط له تارجت هيبقى اوبجكتيف، يعني اقول مثلا كي بي اي بتاعنا هو التوفير في المشتريات. طب لما احط اوبجكتيف رقم قصاده بقى لما احط تارجت قصاده بقى اوبجكتيف ان هو المفروض ان هو يتحقق. طيب كل ما بزود كل ما الموضوع ممكن يبقى confusing جدا للناس. طب صح. انا اجيب دي ولا اجيب دي ولا اركز هنا ولا اركز هنا ولا. فلازم الكي بي ايز على قد ما اقدر اقللها، بالذات لو في شركه لوكال، شركه ريلاتيفلي صغيره. ولازم تبقى فوكست على احنا كشركه عايزين نعمل ايه. انا مش عشان في حاجه اسمها كي بي اي يبقى لازم يبقى عندي كي بي اي. انا النهارده مثلا عندي تشالنجز في الكواليتي في الشركه بتاعتي مثلا، فبالتالي يبقى لازم احط كي بي ايز على قد ما اقدر ريليتد للموضوع ده. عندي مشكله في التوريد في الميعاد المظبوط، يبقى انا محتاج احط كي بي ايز اللي تخدم في حته سرعه الاستجابه للعملاء او التوريد في بالظبط. الميعاد. فاحاول ان انا الادارات 1 و 2 كي بي ايز، طبعا ما اقدرش اجمع كل الادارات على نفس المستهدف نفسه، بس اللي هو اقرب حاجه للمستهدف ده. لو هي ربحيه، ان انا ازود ربحيه الشركه نفسها، فمحتاج اقلل تكاليف، فممكن احط كي بي اي تقليل التكاليف، وده يمشي على اي اداره موجوده. حلو. فبالتالي لازم تبقى مربوطه باحنا عايزين ايه كشركه. لازم تيجي توب بوتtom. كان في شركه من الشركات اشتغلت فيها كان عندهم حاجه حلوه قوي اسمها استراتيجي انتو اكشن. ان هو كان بيحط كي بي ايز معينه، الكي كي بي ايز بتاعت الشركه او التارجتس بتاعت الشركه. اوكي. وكان بيديها رقم، يعني رقم واحد اتنين تلاته اربعه، وكانت بتتوزع على الادارات اللي موجوده كلها. فتيجي التيم نفسه ده الاربعه دول بتوع الجنرال مانجر مثلا، تحته في المديرين التنفيذيين بتوعه والطقم بتاعه، فكل واحد واخد رقم مثلا ده اتنين ده تلاته، فبالتالي تبقى واحد دوت واحد واحد دوت اتنين واحد دوت تلاته وهكذا. تيجي في الاخر في الاستراكشر بتاعك تلاقي ان انت عندك كي بي اي رقمه واحد دوت اتنين دوت تلاته دوت سبعه. انت عارف ده عبارة عن سيفنج، ان انت محتاج توفر. نسبته قد ايه من رقم واحد اللي فوق خالص؟ هي مثلا 3%. فانت بقيت عارف انت بتمثل ايه، او المستهدف اللي عليك ده مربوط ازاي بمستهدف الشركة. انت مش شغال في سايلو او في مركب اه. لوحدك، انت عارف الكونتريبيوشن بتاعك ده هيوفر قد ايه من الاستراتيجي اللي محطوطه في الشركه. ربطتها، مش مجرد ان مديرك جه السنه دي قال لك احنا محتاجين ننزل 10% من التكاليف بتاعتنا، لا هي جت ومربوطه بالارقام دي. فبتبقى حاسس شويه ان انت جزء من رابط المستهدفات، اللي في الاخر لما تجمعهم على بعض تلاقي ان انت حققت الارقام اللي مطلوبه فوق.